في فيديو النهارده هنشرح طريقة عمل شوبينج كامبين أو حملة شوبينج على جوجل أدز. الشوبينج كامبين ده نوع من الحملات على جوجل أدز، وده بيكون مناسب للناس اللي عندها متاجر إلكترونية. يعني أنت بيكون عندك منتجات بتبيعها أونلاين، بمعنى إن أنت لو أنت عندك لوكال بيزنس، لو أنت بتقدم خدمة، يعني لو أنت عيادة أو أنت مطعم أو أنت عندك ورشة مثلا، ففي الحالة دي أنت ما تقدرش تعمل حملة شوبينج على جوجل أدز. الشكل بتاع إعلانات الشوبينج على جوجل بيكون بالشكل ده كده. أنت بتدخل على جوجل وبعد كده بتكتب في مربع البحث، على سبيل المثال هنا كده ايفون 17 برو ماكس، فبيطلع لك الشكل ده. يعني بيطلع المنتج بالتفاصيل بتاعته، الصورة، وهنا العنوان بتاعه، وهنا السعر، وده اسم البائع. يعني مش بيطلع لك اعلانات بحث اللي هي بيكون فيها عناوين وبيكون فيها وصف. اعلانات الشوبينج بتكون بالشكل ده كده. طيب انا عشان اعمل حملة شوبينج على جوجل ادز ايه المطلوب مني؟ المطلوب طبعا انت يكون عندك متجر الكتروني ويكون في عندك منتجات عايز تبيعها، وبعدين تربط المتجر الالكتروني ده بجوجل ميرشنت سنتر. وشرحنا الكلام ده ان انت ازاي تعمل جوجل ميرشنت سنتر وتحط فيه كل البيانات بتاعه البيزنس بتاعك والبيانات بتاعه المتجر، وبعد كده تعمل برودكت فيد. وبرده الكلام ده شرحناه في فيديو، هنسيب كل الفيديوهات ديت في الوصف بتاع الفيديو ده ان شاء الله. تاني حاجه لازم يكون عندك حساب في جوجل ادز، ولازم تكون عامل ربط بين حساب جوجل ادز وبين حساب جوجل ميرشنت سنتر. وبرده كل الكلام ده شرحناه في فيديو هنسيبه في الوصف بتاع الفيديو ده. فكده احنا موجود عندنا كل الشروط المطلوبه، عندنا متجر الكتروني فيه منتجات، وعندنا حساب على جوجل ميرشنت سنتر وحاطين فيه البرودكت فيد، وعندنا حساب في جوجل ادز. فخلينا نشوف الخطوات اللي احنا محتاجين نعملها علشان نعمل حملة جوجل شوبينج. انا كده مسجل الحساب في حساب جوجل ادز، كده مسجل حساب اهوت. فعشان نعمل حملة جديدة يا اما ندوس هنا كده على نيو كامبين، او من هنا كده نعمل كرييت، وبعد كده نختار كامبين. هنختار الحملة، طبعا ده عشان متجر الكتروني فاحنا عايزين مبيعات، عايزين سيلز. فكده الهدف بتاع الحملة هيكون سيلز، وبعد كده بيطلب مني الكونفرجن جول. احنا طبعا كنا شرحنا الكلام ده في فيديوهات سابقه. ايه هو الكونفرجن جول اللي انت محتاجه؟ يعني انت عايز تستخدم جوجل ادز عشان توصل لايه؟ فبما اننا احنا عندنا متجر الكتروني، فكده في الحاله دي الكونفرجن جول هيكون اسمه بيرشيز. فندوس هنا كده على جول ونختار ان هو بيرشيز. الهدف ده يتحقق فين؟ هيتحقق هنا على الويب سايت. تمام، هندوس هنا كده بقى على كونتينيو، بعدين ننزل تحت هنا كده ايه هو نوع الكامبين اللي احنا عايزين نعمله هنا في بيرفورمانس ماكس شوبينج ديماند جين وهكذا. فاحنا هنختار ان هو حملة شوبينج. هنلاقي الخطوة اللي بعد كده ان انت بتضيف المنتجات للحملة ديت اوتوماتيك، عشان ما فيش غير البرودكت فيد اللي احنا ضفناه في الفيديو اللي قبل كده جاي من هنا اهوت، اللي هو ترون مارت. فخلاص هنسيبها زي ما هي كده. لو انت عندك اكتر من فيد هتختار الفيد المناسب ليك. بعدين هنا بيعرض عليك ان انت تحول الحملة دي الى بيرفورمانس ماكس، لكن انا هنا كده عشان بشرح الحمله بتاعت شوبينج هدوس على كونتينيو وذ شوبينج كامبين، وبعدين هنا كده اختار اسم وبعدين كونتينيو. الاسم ده مش هيفرق انت هتختاره ايه، الاسم ده بيكون حاجه ليك انت، عشان لما تبص على الكامبين تبقى عارف الكامبين ده بتاع ايه. فانت اختار اي حاجه تبقى انت قادر تفهمها، لكن الاسم ده مش بيظهر لحد يعني. ندوس هنا على كونتينيو. الخطوه اللي بعد كده ان انا بختار الميزانيه وبختار الطريقه اللي انا هتحاسب بيها مع جوجل. بالنسبه للميزانيه قدامي اختيار من اتنين، يا اما اختار ميزانيه يوميه، يا اما اختار ميزانيه للحمله بشكل كامل. يعني هنا كده لو انا اخترت مثلا كده ان الميزانيه اليوميه 2000 جنيه، خلاص كده المفروض ان جوجل هيصرف على الحمله دي كل يوم 2000 جنيه لغايه لما انا اوقف الحمله دي. الطريقه الثانيه ان انا اختار ميزانيه اجماليه للحمله بتاعتي. يعني مثلا هقول ان انا عايز اختار ان الحمله دي عايز اصرف عليها 50000 جنيه، وبعد كده اختار تاريخ البدايه واختار تاريخ النهايه على حسب بقى انا عايز الحمله دي تصرف قد ايه. اخترت مثلا هنا كده هتبدا من يوم 18 وعايزها تنتهي مثلا في يوم، خلينا نشوف الشهر اللي بعده، تنتهي مثلا يوم 30. في الحالة دي كده جوجل هيحاول يصرف ال50000 جنيه في خلال الفترة اللي أنا اخترتها دي. يعني ده هنا كده مثلا 12 يوم و30 يوم، في خلال زي 42 أو 43 يوم. لكن احنا كده ايه تسهيلا يعني على نفسنا هنقول ان احنا هنختار الميزانية اليومية 1000 جنيه. الخطوة اللي بعد كده هيسألني على البيدنج أو طريقة المزايدة أو الطريقة اللي أنا هتحاسب بيها في الكامبين ده. فأنا هسيبها كده إنها مانوال سي بي سي، يعني أنا بختار السعر بتاع الكليك أو السعر بتاع الضغطة بشكل مانوال، بشكل يدوي يعني. وإن شاء الله في فيديوهات متقدمة شوية هنشرح الاستراتيجيات المختلفة لموضوع البيدنج أو موضوع المزايدة ده. الخطوة اللي بعد كده اللي هي الكاستمر اكوزيشن أو الاستحواذ على العملاء. خلينا كده نشوف إيه الأوبشنز الموجودة فيها. لو دوسنا هنا كده على علامة الصح دي، الأوبشن ده كده معناه إن أنا مستعد إن أنا أدفع فلوس أكتر في مقابل ان انا احصل على عملاء جداد، وموضح جنبها كده انها ريكومندد، يعني جوجل بيوصي بالخطوه دي. لكن انا عشان استخدم الاستراتيجيه ديت لازم يكون عندي جمهور سابق او اودينس انا اتعاملت معاه قبل كده، بمعنى ان انا لازم ادي لجوجل معلومات عن نوعيه الجمهور اللي عندي، بحيث ان جوجل يقدر يجيب لي ناس مشابهين للجمهور ده. الاودينس سيجمنت دي معلومات كده انت بتديها لجوجل، ان انت بتعمل نوع من الجمهور بيبقى اسمه جمهور مخصص. انت بتقول لجوجل والله انا عايزك تعمل لي لستة بالجمهور اخر ناس زارت الموقع بتاعي في 7 ايام او اخر 30 يوم، وتعمل لستة تانية من الجمهور اللي تفاعل مع الموقع بتاعي، يعني عمل تصفح
او دخل بص على المنتجات في اخر 30 يوم، او تقول ان انت عايز تعمل لستة من الناس اللي عملت اد تو كارت، يعني دخلت على المنتجات وعملت اد تو كارت، او برضو تعمل لستة بالناس اللي دخلت وكملت عملية الشراء، وهكذا. جوجل بقى بياخد المعلومات ديت ويبدأ يدور على انسب ناس شبه الناس دول، يعني يبدأ يجيب لك ناس شبه الناس اللي هم اشتروا منك، لو انت مثلا عايز تستهدف الناس اللي اشترت بس، او الناس اللي دخلت اتفاعلت مع المتجر بتاعك، وهكذا. لكن طبعا ده عشان الحساب بس حساب تجريبي، واحنا لسه ما فيش عندنا اي معلومات، فاحنا مش هنختار الاوبشن ده، مش هنعمل فيه اي حاجه. خلينا نشوف الخطوه اللي بعد كده اللي هي الكامبين برايورتي، اللي هي الاولويه بتاع الكامبين. ندوس عليها كده عشان نشوف ايه الاختيارات اللي فيها. الاولويه بتاعته بتكون لو، بيقول ان دي كده يعني جوجل بيوصي ان انت تختار لو في حاله ان انت عندك كامبين واحده، عندك شوبينج كامبين واحده. لكن لو انت عندك اكتر من شوبينج كامبين عايز تسد الواحد اولويه عن التاني، تختار ميديوم او تختار هاي. لكن احنا عشان لسه بنبدا فخلينا نمشيها كده على الاختيار اللي هو لو. بعد كده ندوس على نيكست. هندخل بقى على الاعدادات بتاع الكامبين، هنختار اللوكيشنز بتاعتنا. هنا موجود بشكل افتراضي كده مصر. لو انت عايز تعمل مكان تاني، لو دوسنا هنا كده مثلا تكتب السعوديه او تكتب المنطقه اللي انت بتشتغل فيها، هندوس هنا كده خليها على مصر زي ما احنا زي ما هي موجوده، يعني اللي على اساس ان احنا معتبرين ان المتجر بتاعنا بيبيع في مصر. وندوس على اللوكيشن اوبشن ونختار الاوبشن ده، الاوبشن التاني ده اللي هو الناس الموجوده بشكل دائم في الموقع ده، لان كنا شرحناها قبل كده في فيديو سابق. لو انت سبت الاوبشن الاولاني ده، انت بتكون عايز تستهدف ناس من مصر، لكن ممكن يكون واحد مصري وعايش في الخليج وبيدور على حاجه او بيدور على هدايا ممكن تكون مناسبه لنوعيه المنتجات اللي انت بتبيعها. ففي الحاله دي الاعلان هيظهر له، هو هيدوس عليه فهيلاقي ان انت ما بتوصلش للخليج او ما بتوصلش يعني غير في مصر، فكده هتبقى الاعلان ده اتصرف عليه فلوس كده على الفاضي. فدايما بنختار الاوبشن التاني اللي هو people in or regularly in this location، اللي هم موجودين بشكل دائم. الاختيار اللي بعد كده اللي هي المنتجات المحليه. خلينا ننزل تحت كده نشوف الاوبشن ده انت تعمله تيرن اون لو انت بتبيع المنتجات بتاعتك في محل موجود فعلا على الارض. طبعا احنا بنبيع اونلاين بس، فمش هنعمل حاجه في الاوبشن ده. وبعد كده بيسالك هل الحمله ديت خاصه او بتتكلم عن حاجه تخص سياسات الاتحاد الاوروبي، فطبعا لا، احنا هنعمل لا. بعدين هندوس هنا كده على مور سيتنجز، هنلاقي فيها لو انت عايز تعمل تاريخ بدايه وتاريخ نهايه للحمله، فممكن هنا كده نختار ان احنا التاريخ البدايه هيكون اللي هو تاريخ النهارده، وتاريخ النهايه ممكن زي ما احنا محددينه يوم 30، او ممكن نعمله كده مفيش تاريخ نهايه، فيفضل شغال لغايه الحمله تفضل شغال لغايه لما انت توقفها بنفسك. نشوف اللي بعد كده في المور سيتنجز الكامبين يو ار ال، يعني دي مش هنضيف فيها حاجه، خلينا كده نفوت الاوبشن ده. شوف كده في المور سيتنجز اخر حاجه النتوركس سيرش بارتنرز، يعني هل انت عايز الاعلانات بتاعتك تظهر في الشبكات اللي هي بتتعامل مع جوجل او في شراكه بينها وبين جوجل؟ فخلينا نقول لا، هنشيل الاوبشن ده. بعدين ندوس على نيكست لان احنا عايزين الاعلان بتاعنا يظهر في البحث بتاع جوجل بس. هندوس على نيكست. هندخل بعد كده على الاد جروب او المجموعه الاعلانيه. زي ما كنا برضو شرحنا في فيديوهات سابقه قبل كده ان الحمله بتكون متقسمه على الكامبين ليفل، يعني مستوى الحمله. تحت الحمله ده بيبقى موجود اد جروبس يعني مجموعات اعلانيه، وجوه كل مجموعه اعلانيه بيكون في مجموعه من الاعلانات. لكن طبعا هنا في الحمله بتاعت الشوبينج كامبين دي احنا مفيش اعلانات بنعملها بشكل يدوي، يعني احنا مش بنكتب الاعلانات، مش بنكتب الوصف بتاعها ولا العنوان وهكذا، لان الاعلانات زي ما اتفقنا بتيجي بشكل تلقائي بالشكل ده كده اهوت. ان جوجل بيسحب الاعلانات بتظهر بالشكل ده كده لان جوجل بيسحب البيانات بتاعت المنتجات كلها من البرودكت فيد اللي انت ضفتها في جوجل ميرشنت سنتر. بيطلب مني هنا كده اسم المجموعه الاعلانيه، فخلينا نفترض ان احنا هنقسم الحمله ديت لثلاث مجموعات اعلانيه. المجموعه الاولى هنحط فيها كل المنتجات، المجموعه الثانيه هنحط فيها الالكترونيات بس، والمجموعه الثالثه ممكن مثلا نقول هنحط فيها المنتجات اللي على تخفيضات. هنشرح برضو الكلام ده ممكن نعمله ازاي. هنسمي المجموعه الاولى دي مثلا all products، وبعدين هنختار التكلفه لكل كليك، هنقول مثلا 10 جنيه لكل كليك. وبعد كده هنختار ايه المنتجات اللي احنا عايزينها تظهر في الاعلانات في المجموعه دي. فلو جينا هنا كده هنلاقي موجود بشكل افتراضي ان كل المنتجات هتظهر في المجموعه الاعلانيه دي. طيب نفترض ان انا بقى عملت جروب تاني او عملت مجموعه اعلانيه تانيه عايز احط فيها الالكترونيات بس، هنعمل ايه في الحاله دي؟ هنيجي هنا كده على الجزء بتاع الاول برودكتس دي، وبعدين ندوس هنا كده على علامه الايديت، فهيجيب لي اختيار ان انا اختار كل المنتجات. طبعا هي جايه من الفيد اللي هو بتاع ترون مارت، او ان انا عايز اختار منتجات بعينها. فلو دوست على الاوبشن ده كده والله بيقول لي ان انت عايز تختار عن طريق الكاتيجوري، عن طريق القسم، او ان انت عايز تختار مثلا عن طريق البراند لو انت عندك المتجر بتاعك متقسم براندز غير يعني الكاتيجوريز، او والله ان انا هختار عن طريق البرودكت تايب، او ان انا مثلا عايز اختار اصلا منتج بعينه، يعني عايز اختار بالايتم اي دي، هختار منتج كده بعينه، والله انا عايز اختار المنتج ده مثلا، وعايز اختار المنتج ده، وعايز اختار المنتج ده. ففي الحاله دي المجموعه الاعلانيه ديت هتشتغل او هتظهر هتظهر المنتجات اللي احنا اخترناها هنا كده بس. لكن احنا هنا كده للتسهيل هنقول ان احنا عايزين نختار use all products save،
وبعد كده هندوس على نيكست. هيجيب لي اخر صفحه كده اللي فيها الاوفر فيو او فيها السمري الملخص بتاع الكامبين. ادي الاسم بتاع الحمله، النوع بتاعها انها شوبينج، الجول مبيعات او عمليات شراء يعني، الميرشنت سنتر اللي انا مستخدمه اللي هو ترون مارت اللي ده رقم اهو، الفيد احنا هنستخدم كل المنتجات اللي موجوده في الفيد دي، بعد كده الميزانيه والطريقه بتاعه المزايده او الطريقه بتاعه المحاسبه مع جوجل، وبعد كده اللوكيشن يعني الحمله الاعلانيه ديت هتشتغل فين، والحاجات اللي هي الخاصه بالاعلانات او الجزء اللي هو الخاص بان انت مش بتعمل اعلانات او حاجه تخص اعلانات سياسيه في الاتحاد الاوروبي، وتاريخ البدايه وتاريخ النهايه، وادي كده الاد جروب، وادي كده ان انت هتدفع قد ايه على كل كليك. بعد كده اتاكد ان كل حاجه تمام، تدوس من هنا كده على ببلش كامبين او تدوس هنا كده على ببلش كامبين، والكامبين هيطلع كده لايف هيتراجع وبعد كده يبدا يشتغل ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده اللي اتعلمنا فيه مع بعض ازاي نعمل حمله شوبينج على جوجل ادز، وايه هي الشروط او هي الحاجات اللي لازم تكون متوفره الاول قبل ما نبدا نعمل الحمله ديت، وبعد كده مشينا في الخطوات بتاعه الحمله خطوه بخطوه، وايه الحاجات والتريكس اللي ناخد بالنا منها. اشكركم على المشاهده ونراكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.